اوكي باش نكون معكم صريح، ما توقعتش اني ندير هذا الفيديو، لكن ها نحن هنا داير فيديو لاكثر تطبيق نكره بين كل التطبيقات، وهو سناب شات اللي ما كنتش فاهمه ولا راح نفهمه ولا نبي نفهمه اصلا. المهم خلونا نبدو في تصفية، قصدي اعطاء راينا في هذا التطبيق. خير شباب، شحالكم؟ شخباركم؟ شنو اموركم؟ طيبين ان شاء الله. اوكي قبل ما نبدا في الفيديو نبي نطلب منكم طلب بسيط وعبيط شويه، هو انكم يا ريت كل واحد منكم يتابعني على حسابي في الانستغرام، لان هذا الشيء راح يكون دعم جدا كبير لي. وحسابي على الانستغرام اصلا نزل فيه في ستوريات حاجات يوميه احيانا وميمز. المهم حسابي على الانستغرام تلقوه في البايو او في اول تعليق، او ادخل على الانستغرام وابحث التشم حنطلع لك وتابعني. وخلونا نبدو في مقطع اليوم. سناب البرنامج المشهور عند المراهقين والخليج. طبعا ما قصديش ان الخليج مراهقين او شيء، لا يعني هو مشهور عندهم وراح نقول لكم السبب بعدين. المهم زمان وانا صغير اول ما شفت هذا البرنامج كنت نحسبه برنامج زي اي برنامج تعديل صور، يعني برنامج فلاتر عادي زي اي برنامج فلاتر، واكثر شيء يستخدموه النساء لاخفاء حقائقهم المأساوية لتكويناتهم الشكلية. المهم مرت السنوات وانا على هذا الجهل لين اكتشفت انه برنامج من برامج التواصل الاجتماعي. المهم اول ما عرفت انه مش برنامج فلاتر فقط وتعديل صور وتزييف حقائق، ولقيت الخليج اكثر شيء يستخدموا فيه، قلت اوكي هذا برنامج عادي والناس تنشر فيه يومياتها والحياة سعيدة، صح؟ لا هذا عندهم هم مش عندنا احنا. هنا تلقاه يصور لك في فودرة السيارة ومشغل اغنية جزائرية بصوت عالي، ركنتي قلبي عشقية وكلام هذا الفاضي. يا حبيبي انا شو بندير بأم فودرة سيارتك ولاش تسمع فيها في هذه الاغاني؟ صدقني ما حد مهتم، ما فيش ابراج راح تبان لك وانت تصور في مرشف فودرة السيارة، لان البلاد عبارة عن مسطحات اسمنتية اعلى مبنى فيها 20 دور. ولا تحسب روحك زي جماعة اللي في الامارات ودبي يصور لك مرش السيارة تبان الابراج والاضواء والحياة السعيدة. لا انت تذكر فينا بأم نكدوا المسطحات الاسمنتية اللي احنا فيها. لهذا يا حبيبي صدقني ما حد مهتم بفودرة سيارتك ولا بذوقك الطب وللاغاني، ولا حد مهتم باللي تصور فيه. ولو حد قال لك قوية الاجواء يا صديقي، هذا كذاب، اعتبره صديق منافق وبلكن. طبعا سبب شهرة السناب عند الخليج هذا لان عندهم وين يطلعوا، عندهم مولات كبيرة، حدائق، ابراج، مطاعم راقية، ناس عندها حياة وفلوس وتسافر وتشاركك يوميات تفتح النفس. اما انت راس مالك تشاركني بستريك في طنجرة مكرونة الساعة 3 بالليل، ومع مع صاحبك فتحي. انا شب بندير بها ليش توري فيها في مكرونتك يا اخوي؟ انا مش مهتم. المكرونة الساعة 3 في الليل مع فتحي تدل على شنو؟ على انك انسان فاشل في حياتك العملية والعاطفية، لا عندك خدمة الصبح تنوض تخدمها ولا عندك زوجة طيب لك عشاء محترم، يعني فشل عاطفي ومادي. لا وفوقها تلقى فتحي مهبي رماد الدخان في طنجرة المكرونة ويجي يقول لك زيدها نكهة يا برادة. يعني شوف قديش انك انسان يائس بمجرد ستريك واحد بعثته لي مكرونة. وبعدين جماعة ستريكات جتا لايف، دور حياة، سكور ستريكاتك اكثر من مجموعة دقائق حلقات ون بيس. شين قاعد تصنع في حياتك انت؟ معقولة حياتك مليئة بالاثارة والحماس لهذه الدرجة؟ يعني درجة انه واصل سكور ستريك متاعك ل100,000. حق شوف وصلت 100 يوم ستريك انا. يا مليح والله، 100 يوم صار. 100 يوم خيرك شو قاعد؟ باهي جربت تدير ستريك انك ما تشوفش البنات اللي يرقصوا على التيك توك؟ صح لكن نحن باهي تخيل انك تدير ستريك 100 يوم تمشي تتدرب في الصالة، ترى كيف كان حيكون شكلك؟ تخيل انك تدير ستريك 100 يوم انك تصلي صلاتك في وقتها، لا 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 لا، تخيل انك تفتك من حياتك اللي بلا قيمة او تقتل روح. ايضا من الحاجات اللي منرفزتني في السناب شات انها اصلا مكتوب عليه لازم يكون بحرص وتحت رقابة الاباء. يا عمي على من تضحك؟ من الاب من ابائنا بيفهم السناب بالله؟ اللي يفهم فيه بوك ممكن انه يصلح بومبة البير، يغير طرف سيارة، يعطيك طريحة، هذه الحاجات اللي يفهمها ممكن بوك. اما تجي تعطي واحد عمره 13 سنة وتقول له خليه تحت رقابة الاب، بوه منين بيعرف يدخل عليه اصلا؟ هو انا مش عارف. فالبرنامج 3-4 مراهقين، هو تلقى فيه التشاينا، الروسية، الاسباني. لما هو انا هنا نبي نفهم حاجة، انتم جايبينكم استيراد ولا كيف؟ هي واحدة من الزوز، يا اما جايين استيراد يا اما واحدة قالت لها صاحبتها اوه ماي جاد عيونك زي الروسيات. وات بجد تحكي؟ انا روسية يعني؟ وبوم تمشي تحط لك علم روسيا جنب اسمها وتسمي روحها الروسية وتصدق. ولا يجي واحد لصاحبه يقول له عيونك ضيقات زي الصيني. يا قصدك انا صيني؟
انا تشاينا يعني بهذا الغباء. ما هي الافعال لما تديرها تلقائيا تبان عاديه، لكن لما تفكر فيها صدقني انت قاعد تدير في شيء غبي للمليون. لا ولا اقوى نوع اللي يصور لك فيديو الكلاشن ولا سياره تويوتا 24 اشبح منين واخذها من اي كتيبه، ولا حتى سفره عشاء ما صدق حصلها بفلوس اللي خنبهم من بو، ويجي يركب عليها صوت الفلوس يا برو يجوا ويمشوا، لكن الصحبة كان مشت مع شجي، واللي يعطينا جنيه نعطوه زوز. يا اخي قديش ان هذا الصوت مستفز. راك مش واو، راك مش كول، راك مش الشخصية الرئيسية في القصة اللي تصور فيك كل شيء عادي وعارفين الصوت مخنوب ولا يمثل حياتك اصلا. عموما تو نجولي واحدة من الميزات الغبية اللي نشوفها حاطينها في السناب، وهي ميزة تحديد موقعك. يا حبيبي هذه الخاصية لو كنت من الطبقة الفقيرة مش هتنفعك بكل، لانك غالبا يا اما تكدح في خدمتك زي العبد، واكيد ما تبيش توري المكان اللي يتم استعبادك فيه على الخريطة، يا اما راقد في الحوش، يا اما في مربوعة فتحي تاكل في مكرونة الفشل الحياة انتهى الساعة 3 في الليل، وما فيش حد مهتم لأي من هذه المواقع. الخاصية هذه للناس الغنية اللي كل يوم في بلاد يوريك ان موقع الخريطة كل اسبوع يتغير، وانت تكون مهتم وين ماشي ووين قاعد، لانه قاعد يتنقل. اما انت لوح طفي الخاصية وريح روحك، ما حد مهتم. واما تو نجولي ليفل الوحش، السبب اللي خلاني ندير هذا الفيديو اصلا وهو سهولة الصيد على هذا البرنامج. طبعا مش عن تجربة، انما صديق حكالي ان الاسماك البنات يعني متوفرة بشكل وفير جدا. لا ومش اي سمك، اسماك مراهقة. وهنا بنقول ملاحظة اوكي عارف ان الصوت تغير لاني غيرت برنامج التسجيل، هذه جزئية اضفتها اضافة. لما نقول مصطلح مراهق او مراهقة هنا نقصد بها يعني العمر العقلي للشخص، لان في اشخاص من عمر 12 ل 20 واعقل مني ومنك، وفي اشخاص عمرهم حتى في الثلاثينات والاربعينات عقولهم عقول اطفال. لا ولا اللي ترسل لك في صورها عادي جدا وتنزل في صورها وتضيف في كل من هب ودب. علاش؟ طبعا مش لان هي عندها قله حنان وقله ثقه بالنفس وتحتاج من يقول لك كلام حلو لما يشوف صورتها ويقول واو محلاك. هذا شيء يخلي تحس ان عندها قيمه في هذه الحياه لان شكلها جنين واحد ينبغي. هو هذا احد الاسباب، لكن احد الاسباب الاخرى لان في السناب شات تحديدا، لان السناب فيه خاصيه توريني لو دار سكرين ونحضره. اوه ماي جاد ثانك يو سنابي وابي، نقدر نوري صورة لاي حد نبيه بدون لا يصورني. جديات يعني انت خايفه من السكرين بس، هذا همك ها؟ مش خايفه من ربك. اوكي ممكن تقولي لي هذا الشيء بديهي ونتناسوا وننسوا. يا سيدي مش حاسبه حسبه الراجل اللي يصلح لك في البومبا والسياره على الخاطره، اللي واثق فيك وجايبك للحياه هذه اصلا. لو انه مش واثق فيك ما كانش اعطاك تليفون اصلا في ايدك تستخدميه. راضيه ان كل من هب ودب يشوفك وتهدرزي معاه، وبعدين شو خلاك توثقي فيه؟ انا بنفسي نعرف اولاد يعرفوا بناته على اساس يحبوهم، يوروا صوره مال البنات اللي على اساس يحبوهم لاصحابهم لما يطلعوا مع بعض. هو يعتبر فيك لعبه يضيع بها وقته لا اكثر، وهو اغبى منك لانه قاعد يضيع في وقته بدل لا يستفيد ويطلع فلوس او يبدا مشروع او حتى يستفيد بوقته في اي شيء في الحياه. ومش هامني لو الكلام هذا وجع بعض الناس او لا، لكن ديري قدر لنفسك وابوك وامك وعيلتك واللي يحبوك حق، ولو ما اظهروش هذا الحب في حياتك اليوميه. متوقع ان هذا اللي على السناب اللي خنتي ابوك وامك وعيلتك على الخاطره يوم تمرضي يجي يرفعك للمستشفى ولا يرعش عليك. ديري قيمه للناس اللي تحبك حق وما تظلميهمش بافعالك. اوكي حسيت روحي قلبت الموضوع جديات، لكن فعلا كميه المراهقين اللي يتواصلوا مع بعض على السناب شات رهيبه جدا، وهذا كله تحت مسمى احنا بس بدنا ستريك. يعطيكم ديك ينقب عيونكم انت وياه. ستريك ما لقيتي مع من ديري خلاص تموا نساء الكوكب. وبعدين قصه ستريك هي بتهبل المراهقين. ستريك بيتم، لازم اصور اي شيء، لازم اصور اي شيء، ستريك بيتم. خوي ريلاكس ريلاكس، ما فيش فايده اصلا. ستريك لا بيجيب فلوس ولا يعطيك مزايا اضافيه اصلا، مجرد رقم يوريك قداش انك مدمن على هذا البرنامج. يعني رقم يوري ان ما عندكش حياه او شيء تفكر فيه الا رقم تافه في برنامج. لا ولا اللي تصور وتحط لك ستيكر سناب عليه خشم. اختاه عارفين ان خشمك مفلطح، فما تصوريش بكل ما دام عندك قله ثقه في خشمك اللي حتى فلاتر سناب ما عدلتاش. ما تصوريش وخليك انسكيور تجاه وجهك احسن من تلصقي ستيكر على خشمك. الحركات هي واضحه، وبنبدا نتخيل في خشمك زي ساحره من العصور الوسطى. ولا الاولاد اللي لصق لك في كود السناب على وجهه. خوي عرفنا ان شكلك اخي ويؤدي الى الانتحار، فما تصورش وريحنا. المهم هي هذه كانت نصائحي لكم لاستخدام السناب شات، واهم نصيحه ما تستخدمش السناب اصلا ولا تنزل. وهذا كل اللي كان عندنا اليوم، وما تنسوش الاشتراك واللايك وتابعوني على الانستغرام. ومنورين شباب وشابات، تشاو.